كذبة سجن باولو روسي. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة في قهوة كروية. معكم أنا فراس القدومي. في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1982 في كأس العالم اللي صار في إسبانيا، قام المنتخب الإيطالي بالفوز على منتخب البرازيل وإخراجه من كأس العالم. المنتخب البرازيلي كان الأمتع والأقوى والأفضل، وحتى كثير متابعين بيتكلم إنه المنتخب البرازيلي هذا الجيل أجا أفضل جيل في تاريخ كرة القدم. بيرجع الفضل لفوز المنتخب الإيطالي على منتخب البرازيل وإخراجهم من البطولة للأهداف الثلاثة اللي سجلهن باولو روسي في تلك المباراة. مش هون موضوعنا، ولكن الموضوع وهي الكذبة اللي تم تصديقها وتناقلها في أجيال عبر أجيال من موسم 1982 ولغاية الآن بيتناقلوها، وهي إخراج باولو روسي من السجن للعب هذه المباراة. وأضف على ذلك بعض القصص برضو أنه الرئيس الحاكمة في إيطاليا هي اللي أخرجته، وفي ناس بتحكي أنه تم التعاطف معه وأخرجوه عشان يلعب كأس العالم لأنه كانوا محتاجينه. القصة صحيحة أنه في عام 1980 تم اتهام باولو روسي مع عدد من لاعبي الدوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية في الكالتشيو الإيطالي بتهمة التلاعب في نتائج المباريات في حادثة سميت في ذلك الوقت توتونيرو. وعلى هذه الحادثة تم الحكم على باولو روسي بثلاث سنين ممنوع يلعب كرة قدم. تم حرمانه من لعب كرة القدم طبعا من قبل الاتحاد الإيطالي. وبعد عدة استئنافات من قبل باولو روسي للحكم الذي أصدر في حقه، تم تخفيض الحكم من 3 سنين إلى سنتين، ليعود في ذلك الوقت إلى قائمة المنتخب الإيطالي عام 1982 الذي مشارك في كأس العالم في إسبانيا. لذلك ما يتناقله المتابعون أن باولو روسي تم سجنه في عام 1980 بتهمة التلاعب بالنتائج، أو مهما كانت التهمة، لأنه سمعنا كثير تهم وسمعنا كثير قصص، هي قصة كاذبة أو مفبركة على اللاعب. بل تم حرمان اللاعب من ممارسة كرة القدم فقط لثلاث سنوات، وتم تخفيضه إلى سنتين، وشارك في كأس العالم اللي حقق فيه أفضل لاعب وهداف البطولة ب6 أهداف في تلك النسخة. بكون لهون وصلت معكم، بتمنى أكون وفقت في نقل القصة. شكرا لكم.